صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا النهارده نزلت من البيت، وديت سفيان ابني الحضانه ورجعت على الشغل. الجو طبعا وحش جدا، انا مش عارفه احنا اذا كان في صيف او شتاء، بس الحمد لله على كل حال. والنهارده طبعا جيت الشغل وهعمل فطار بسيط خالص، ينفع للفطار وينفع للعشاء. هو هعمل بطاطس مهروسه، وهعمل فول بترديعه، وطبعا هقلي بيض وجبنه فلاحي، هي حلوه قوي تنفع للاطفال، كلها كالسيوم. وطبعا هنشرب نسكافيه، وانا بفضل النسكافيه برضو باللبن البودره. شوفوا انتوا بتحبوا بايه. ويلا نبدا بقى الطريقه مع بعض. هضيف مكعبات البطاطس اللي انا هعملها، عشان هعملها مهروسه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ريحه الثوم حلوه قوي، يا ريت تكونوا معايا ويا ريت تكونوا موجودين. ريحه الثوم مع الزبده حلوه قوي، ريحتها فظيعه. دلوقتي هنزل بالطماطم. الجنب التاني برضو هنزل بشرايح شطه او فلفل الموجود عندكم عادي، ما توقفيش نفسك على حاجه، الموجود عندك اعملي بيه. ممكن تضيفي برضو فلفل حراق، فلفل بارد، شطه حراقه، شطه بارده، شوفي انت بتحبي ايه على حسب الرغبه. ودلوقتي بقى الطماطم والشطه والحاجات اللي انا كنت حطاها معاكم في الاول اتسبكت، هضيف عليها الفول طبعا. وما تنسوش البطاطس انا حطاها قبليها برضو. تمام، هقلبه تقليبه بسيطه خالص على حسب بقى انتوا بتحبوا تهرسوه، بتحبوا الفوله بفولتها كده. بس عامه الفول ابو تقطيعه ده ما بيتهرسش. هجيب برضو رشه ملح بسيطه خالص مع رشه فلفل. وطريقته سهله جدا وبسيطه خالص. هسيبه بقى زي دقيقتين، او هسيبه دقيقتين او 3 على النار. ودلوقتي بقى شلت البطاطس من على النار طبعا وهرستها. ممكن تهرسها بشوكه، ممكن بهراسه، باي حاجه موجوده عندك، ما توقفيش نفسك زي ما قلت لك قبل كده. وهضيف بقى قطعه من الزبده. هنزل عليها برضو بفصين من الثوم، تشويحه بسيطه خالص. هضيف دلوقتي البطاطس. طبعا في ناس بتضيف على البطاطس كزبره او عود شبت، انا طبعا صحابي مش بيحبوا الشبت ولا الكزبره، فضلناها كده اكتر يعني. شوفي برضو اللي انت بتحبيه.
تقسيم بسيطه خالص، هتدخلي الزبده فيها والثوم. دلوقتي طبعا هضيف رشه ملح، رشه فلفل، في ناس برضو بتفضل عليها الكمون، احنا بنحبها كده. طبعا دلوقتي هقلي البيض، هضيف قطعتين من الزبده، ولازم تفضوا البيض اي بيضه تفضوها في بوله. ممكن مثلا البيض يكون فيه واحده بايظه او حاجه، ما تبوظش كميه البيض. ساعات بيبقى فيه قشره واقعه او حاجه، عشان تكونوا برضو واخدين بالكم. بفضل تفضوه بوله احسن. طبعا في ناس بتحب البيض طري، في ناس بتحبه ناشف، على حسب برضو انت بتحبيه ايه. وطبعا البيض ما فيهوش حاجه، وانا عارفه ان انتوا شطار واي حد بيعرف يقلي البيض، بس انا برضو قلت لكم قبل كده اللي انا في الشغل وبحب اللي انا اوريكم روتين يومي كل يوم عامل ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو النهارده، ويا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وطبعا النسكافيه زي ما قلت لكم، لو عايزين تشربوا نسكافيه انا بحبه باللبن البودره، ولو عايزين تشربوا شاي برده معانا نعناع، ولو حبيتوا تشربوا قهوه. احنا بنحب عامه الشاي او النسكافيه، شوفوا انتوا برده بتفضلوا ايه. بس كده خلاص، شكرا ليكم، وزي ما قلت لكم قبل كده ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك.